السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض صينيه مكرونه بالبشاميل ان شاء الله. مش هتاخد معانا اي وقت خالص ولا هتاخد معانا اي مجهود. فلو انت اول مره تخشي قناتي ما تنسينيش في الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونرخم عليكي كده لو عجبك الفيديو تعملي لنا لايك. ويلا بينا كده هنعمل مع بعض الحاجات بتاعه اللحمه. دي معايا قطيتين مقطعاهم جوليان زي ما انتم شايفين كده، ومعايا هنا البصل هحطه في الكبه. دول 3 بصلات موسطنين حلوين على نص كيلو لحمه. معانا الكبه بتاعتنا اهي، هنفضي فيها البصل، نحط فيها الحاجه بتاعتها. البصل اهي بعد ما فرمناها هنحطها على الحله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. كده جبت الحله ولعت عليها، حطيت فيها الزيت واحط فيها البصل. دي اللحمه اهي وغطيتها بالطبق عشان ما يبقاش فيها حاجه تقع فيها. دي المكرونه 3 اكياس اهمت، دول 3 اكياس مكرونه يا جماعه، اللي هو الكيس نص كيلو دوت العادي. هو مبيبقاش نص كيلو قوي يعني، اللي هو الكيس العادي اللي بيبقى في المحلات العادي. حطيت شويه زيت كده عشان كانت البصله محتاجه شويه زيت. وزي ما انتم شايفين كده تقعد تصفر، اقلب فيها لحد ما تصفر شويه. لازم تبقى ايدك فيها عشان ما تشتش منك. كده جبت اللحمه هحطها اهو، اقعد اقلب فيها كده عشان اللحمه ما تعملش حتت وتجمد كده، تستوي حتت كبيره. لازم تفروليها كده بالشكل ده. هنا قلبتها معاكم بالشكل دوت وزيتها، حطيت عليها القطايه دوت فلفل وملح وتوابل اللحمه. كده خلاص قلبتها وغطيها وسيبها معاكم تستوي كده. هو كشفت عليها عشان قلبتها عشان اشوف تستوي ولا لا. كده على معاكم حله واحط فيها شويه زيت اللي اعمل فيها البشاميل يا جماعه. احط فيها شويه زيت اهو، ده دقيق وواحد مكعب مرق وشويه ملح. سيبهم كده واقعد اقلب فيهم زي ما انتم شايفين. هبتدي احط لهم اللبن بسقسقه كده شويه بشويه عشان ما يكلكعش مني، عشان يبقى بقلبه يبقى زي الكريمه كده، يبقى زي قوام الكريمه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. حتى الميه ما بعد ما خلاص بحطها برضو شويه بشويه، يعني الميه بعد ما اخلص اللبن بحط الميه شويه بشويه عشان يديني القوام الكريمي دوت، مبقاش فيها اي كلاكيع خالص ولا اي حاجه. كده اللحمه كده اهوت قربت تستوي يا جماعه. دي خلاص البشاميل خلص معايا وبقلب في اللحمه. خلاص كده هي استوت، هحطلها شويه ملح بس كمان، وشويه ملح برضو في البشاميل عشان كان دلع. كده هجيب طبق بقى اللي اقلب فيه المكرونه اهو بالشكل دوت، احط عليها نص كميه البشاميل واقلبهم كويس اوي، احس ان المكرونه اتوزعت في البشاميل كويس. اروح شايلاها واجيب الصينيه احط فيها نص كميه المكرونه، زودها شويه كمان. هجيب اللحمه واحطها واحاول اوزعها في الصينيه كلها كده. اجيب بقيه المكرونه احطها بالشكل دوت على قد الصينيه. البشاميل معايا انا بحبه لما بقلبه في المكرونه يكون تقيل، لما انا افضيه على الوش بخفه بشويه ميه كده واحطه على النار. كده خفيته بشويه ميه ووزعته على وش الصينيه اهو يا جماعه. خليت شويه بشاميل صغيره حطيت عليهم شويه لبن وجبت عليهم بضايه، قلبتها كويس ورحت حطها على الوش بالشكل دوت، وبحاول اوزعها على الوش كله. دخلها الفرن وارجع لكم تاني. كده خلاص يا جماعه الصينيه معايا استوت
ما شاء الله عليها، طلعت جميلة وحلوة اهو، ما خدتش معانا وقت خالص خالص. كل وقتها يعتبر هو بس اللي في الفرن اللي هي بتستوي. وزي ما انتوا شفتوا كده يعني في عملت البصلة، في سلقة المكرونة، يعني ما شاء الله عليها ما كانتش بتاخد وقت. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.